السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بعد 4 سنوات ألفة إمام تكشف سبب اعتذارها عن التمثيل مع عادل إمام بفالنتينو. دعونا نتعرف على التفاصيل. تحدثت الفنانة ألفة إمام عن عدة تفاصيل في حياتها الخاصة وكواليس اعتذارها عن المشاركة في مسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل إمام، خاصة أن هناك شائعات تداولت أنها رفضت التمثيل مع عادل إمام نفسه. وتابعت ألفة إمام خلال حوارها مع عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس عبر شاشة قناة الحياة عن هذه القصة قائلة: هناك بعض الناس يجتزئوا الحوار ويربطوا بين جملة من هنا وجملة من هناك ويتسببوا في أزمات بدون وعي أو ضمير. واعتذرت عن مسلسل فالنتينو لأني كنت مشغولة بأعمال أخرى ولدي ظروف، وبالتأكيد أتشرف بالعمل مع الزعيم، وكانت لي تجربة واحدة من خلال فيلم الواد محروس بتاع الوزير. وأكملت ألفت: أنا اتضايقت لأن بعض الناس قالوا إني رفضت التعاون مع الزعيم لأني مش بحب سلق البيض في الشغل، وهذا الكلام غير صحيح وعاري تماما من الصحة، ولكن الفكرة إني استلمت حلقات غير كاملة وأنا أفضل معرفة تفاصيل العمل على الأقل 20 حلقة. وعلى جانب آخر، كشفت ألفت عن أسباب غيابها عن الشاشة لمدة 6 سنوات، كما تحدثت عن عودتها من خلال مسلسل كامل العدد وشخصية الجدة فاتن والتي قدمتها بشكل رائع، وأيضا الحديث عن مسيرتها الفنية وبدايتها، حيث قدمت ما يقرب من 95 عمل ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، مرورا بعدد من المحطات الهامة في حياتها ومنها مسلسل رأفت الهجان، وأيضا مشاركتها مع النجم أحمد زكي في فيلم هيستيريا، وأيضا دورها بمسلسل ونيس. إلى هنا ينتهي الخبر، شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.